السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الفقاص ديالي ساهل وناجح. المقادير كنحتاجوا كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، واحد جوج معالق ديال اللوز، معلقه ديال الزبده، 3 ديال البيضات، وواحد خماره، وجوج ديال الفاني، قبيصه ديال الملح، وهنايا واحد شويه ديال اللوز يعني مهرمش، مع شويه ديال النافع وشويه ديال الكوزه، يعني شويه ما تقويوش. وهنايا عندي الجنجلان. يلا نبداو على بركه الله. بسم الله، غادي نبداو على بركه الله. طحينه البنات تقريبا واحد 600 غرام ديال الطحين، على حساب نتوما الطحين اللي عندكم كيشرب ولا ما كيشربش. غنزيد سكر فاني وحده اخرى، وغنزيد واحد خماره وحده، قبيصه ديال الملح، وواحد المعلقه ديال الزبده. هنا كناخذوا الصفار ديال البيضه ونيسكافي، نطلقوهم مزيان وندهنوا بهم الوجه. هنا بعد ما دهناهم كنجيبوا فرشيط كنديروا ليها بحال هكا. هنا البنات باش الفقاس ديالكم ما يتفرقعش ليكم في الفران، كتجيبوا شي ابره كتحاولوا تكوه. هنا بعد ما ساليتو الفران ديالي راه كيسخن، درجه الحراره مهيله، ما تجهدوش الفران ديالكم. غادي يطيب على خاطرو بحوالي واحد 40 حتى 50 دقيقه. كنجيب واحد السربيته مبلله وغنغطي بها هاد الفقاس ديالي ونخليه يرتاح. تقدروا تخليوه نهار يعني ليله كامله، تقدروا مثلا الا صايبتوه في الصباح تقطعوه في الليل، نتوما واشنو بغيتو.
هو الشكل النهائي ديال الفقاص ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي لذيذ، جربوه. وهنا البنات وصلنا لنهاية الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. اللي مازال مشتركش في القناة يشترك فيها، وما تنسوناش بلي لايك. مع السلامة.